الوزراء القطري. متى كنتم الآن أنتم تحكون عن العرب؟ ألم ترفع أنت شخصيا لا تشكر قطر؟ نعم، أنا رأيك في المطار فشرت بلادك، أنا فشرت بلادك، وأنت سياسة أنت بكرفوخة واحد مدن. سيد أبو فاضل اسمع سكر تمك. اسمع انزل وقبل سيد ابو فاضل لا بتاكل اكل جلك امامك سيد ابو فاضل جلك انا هقول لك انا هقعد اعمل لك عود سيد ابو فاضل سيد ابو فاضل عود ليه عود اخذ شاميلتك. كنت مستخبي تحت اي سرير انت وجماعتك، خلي بالك اللي كانوا بيستخبوا عندي في بيتي انا. يعني انت وامثالك من يختفون تحت السرير. اتعلم اسمع الاخر. انت وامثالك كن يستخبى تحت السرير. نحن كنا في المعتقلات وكنت تلعق حذاء النظام البائد. اتعلم يا محمود، اتعلم. انا بشوفك في انت كنت تلعق حذاء النظام البائد يا مرتضى المنصور. اتعلم يا محمود، اسمع. نحن كنا في المعتقلات وكنا نعذب. النظام البائد ده اللي تروح النظام البائد الذي تسعى للعدل والعداله لن يعود باذن الله. بعتذر على اي الفاظ لن يعود الا على قصصنا باذن الله. السلام انت اللي تعرفها. اللي انت بتتكلم عليه مجرد الحوار باعماق الكلمات. كلامك يطلع الحيوان كلام حاقد وثاني كلامك كلام واحد حاقد. اللي بيحصل كلامك كلام واحد حاقد. الجناح انت حاقد لجماعه الاخوان. حاقد على مين؟ حاقد على كل واحد مسلم متدين. انت مسلم. انتوا خارج على اخوان المسلمين. انتوا خونه الاسلام. انتوا خونه الاسلام. انتوا خونه الاسلام. احترم نفسك. انت مسيطر انت وصفت من قبل يمكن مشترك معهم. طيب ما بسمح لك ما بسمح لك انت ولا ما تقول لي ولا انت عميل لسوريا. ولك عميل سوريا. خليك بعيد ولك انت تستوعب على الاردن بس يا ابو كلامك معي. كلامك عيب عليك. كلامك معي. ابو سليمان كلامك يا ابو معلش سعادة النائب معلش كلامك معي يا سيدي. كلامك معي يا جماعه والله انا غميت انت ما في حرامي ولا سراق ولك انت اشتريت اصوات الناس بالمصاري. طيب خلاص ابو سليمان خلي كلامك معي يا سيدي. خلي كلامك معي. لا دقيقه لحظه لا دقيقه ابو سيف. في مدير انا لو ادري الديناصور بيجي وياي والله ما ادري. لا ما في تخسر وتعدل. لو سمحت لا بدي لك علي. لا لو سمحت ارفع على ايدك. لو سمحت ما ترفعها. ايش حضرتك ما ارفعها؟ سليمان سعيدي محمد صقر لو سمحتوا انتم في مؤسسه لا محمد صقر ما اسمح لك. حسين سعيد ما يسمح. غلط قدامك وقلت انا رجاء ما نسمح. الحساب راح يكون في كلام اخر وفي صور شكلك واللي جابه. لو سمحتوا انتم في مؤسسه محترمه. يا عجل غلط صار ساعه. محمد الصقر كلامك معي. كلمه رديت عليها. كلامك معي. حسين سعيدي انت تتكلم يعني لا تروكم ضيف مؤدب يا اخي. انت المؤدب. انت خسر على وقت خسر. نقول مش شتيمه. محمد صقر واحد عايش في التاريخ ورا. محمد صقر هذا حالة خسر. محمد صقر كلام صفة المتكلم. محمد صقر حسين سعيدي هل في احترام؟ انا يا محمد سكت. هل في احترام؟ قاطعني ما يخليني حكي. لو سمحت دكتور انت عطى المجال. صار لنا ساعه نبح صوتنا. اعطونا ما يعني انا بصراحه الظاهر ما راح يتكمل يعني نقدر نكمل الحوار بهذه الصوره الا بعد ما ناخذ فاصل قصير مشاهدينا.
لا على مهلك. اسمعني كده كويس. لا اسمعني. لا ما تعمليش كده لو سمحت. ايوه لو سمحت انا بقول لك لو سمحت. انا لما تتكلم معايا اتكلم باحترام. انا بحترمك من الصبح وبقول لك يا عم البدري، لكن ما تقوليش ينعل ابو السياسه كلها على بعضها. مش هينفع كده. لا بص اتكلم معايا، بص لي وكلمني. طب اتفضل. ايوه انا بتكلم في لا تكلمني باحترام. انا الحزب الوطني والاحزاب والسياسه دي على الجزمه. مش كده لا يا بيه. لو يا استاذ عمر اقول لك ما تقوليش وتكلمني. قال لك ما تعطاكش زعلان بايه؟ وانا بقول لك اتكلم على انا بساعدك. لو سمحت ما تعطاكش. استاذ بدر بس خلينا. طب خلي بيجي على البلد. عقد مؤتمر حين يتم الحديث عن الانحراف فالمنحرف هو الذي يؤيد الحروب. المنحرف هو الذي يقايض المواقف. انت اللي بتقايض. هو الذي يقايض المواقف بالمكاسب. انت اللي تقايض. هو الذي هو اللي بدي هو الذي لو سمحت هو الذي يتنطنط. انت اللي يتنطنط من حكم الى حكم بالبذاء ويخلي من يدفع تحت. لا انت اللي بدأت. انا اخرس. لا يا انت اللي بدأت. يا شاكر انت اللي شاكر يا اخوان. انت اللي بدأت. لا يا انت اللي بدأت. لا رئيس الجمهورية ولا السلطة القضائية؟ لا هترد على استنى بس استنى. مين اصلا السلطة القضائية؟ لا استنى بس. السلطة القضائية انت ما تشوحش كده. استنى بس بالراحه يا اخي خليك انت محترم يا اخي. بالراحه خالص. معلش لا لو سمحت حضرتك انا اعتذر عن هذا اسلوب سوقي. لا انت اللي بتقول كده. لا يا دكتور انت اللي لا اللي بتقوله ده. لا اللي بتقوله ده. لا انت اللي بتقوله ده. انت اللي شايف. لا انا قلت لك اتفضل رد زي ما انت عايز. لا اتفضل يا استاذ يا دكتور اتفضل. معلش لو سمحت استاذ فيصل رد لو سمحت عشان خاطر. ليه انا خلاص عندي. انا مش هيقاطعك. انا اخطأت عندما قبلت الدعوة لان اجلس مع مثل هذا الانسان. مثل هذا الانسان اكثر منك احتراما في كل شيء، مقاما وعلما وشيئا. يا جماعه حاجه غريبه جدا يا اخي. عمال تقلق. لا حول الله يا رب. طول النهار في السل. لانك تستحق هذا. وانا ما عنديش لسان. لا تصمد امامي. تحت الهواء اوريك السموم. تحت الهواء اوريك تأدب. تحت الهواء والله تأدب. تحت الهواء. والله لي حذاء. لا والله العظيم اقسم بالله امسح بيك البلاط. لي حذاء انت يا عيني اتدمرت. والله لي حذاء البدر. هي دي اخلاقكم. لي حذاء البدر. انا مبسوط انك بتعمل كده قدام الناس. هي دي اخلاقكم. تأدب. هي دي اخلاق. انا اعلمك الادب واعلم جماعتك كلها، بس برافو عليك انك تمسك حذائك. انا مبسوط جدا بيك. رجع عشان دليلك راح. سألني اجيب. رجع ثاني وجبت. ما خلاص بقى احنا اللي عايزينه خدناه منك. انا مبسوط جدا باللي ما قلت الا حقا ولا اعتذر عن قولك حق. انت ضعت يا شيخ محمود. انت ضعت يا اخي. تأدب والله العظيم. والله لن اسكت لك. والله انت ضعت. وانا تحت الهوا هوريك اللي مسكته ده، بس عشان الناس ما تشوفش المنظر. تحت الهوا اوعدك هوريك نوع تاني من الهزيمه. تأدب والله. هوريك صدقني نوع تاني. والله تأدب. بس تحت اول ما يطفي النور. عارف لما يطفي النور الضوء الظلمه اللي انت ما بتحبهاش، قلت ايه اهل المعصيه بقى ما بيحبوش الظلام. انا هوريك المعصيه في الظلام. لحظه يا اخي تأدب والا قمت لك. اتأدب انت واحترم نفسك. ده انت نفسك يا راجل. ده انت ما عندكش ذره اخلاق. حد يعمل كده؟ والله لا تستحق الا هذا. صح. وانا هوريك تستحقه. بس اقليم هو الجزار بشار الاسد اللي كان طبيب عيون. انا مش لا رجاء اسمع لا تسمي بالاسماء. اسمعني جيدا. بمسح الارض. لا بمسح الارض فيك. لا اسمع اللي بقول